ازاي تخنق جارك؟ النهارده لعبت الجزء الجديد منها وهوريكم كل اللي حصل، بس من غير ما اطول عليكم خليكم مع الفيديو. يلا بينا نبدأ اول جيم. ماشي، هو المفروض دلوقتي ان قصه اللعبه المفروض ان ده اللي هو تقريبا اسمه وودي، الكلام بتاعه وحشين جدا، بيحدفوا الزباله في بيته والكلب بتاع الراجل بيبوظ الزرع وبتاع. اخر اما وودي ده زهق منهم اما كلم شركه انتاج وهيعملوا عليهم برنامج مقالب. احنا المفروض اللي احنا بنلعبه هو حلقه من حلقات البرنامج ده. المفروض ان دي اول حاجه اللي هي التوتوريال، بس احنا عشان لعبنا اللعبه دي كذا مره فاحنا مش محتاجين اي توتوريال ولا اي حاجه. مش عارف اقفل التوتوريال بس هو تتصل شويه عشان تعرف تسمعه. احنا محتاجين لزق. في اللعبه القديمه ما كانتش كده، في اللعبه القديمه تاخد الحاجه على طول من هنا. المفروض دلوقتي ان احنا نعمل 1 2 3 4 مقالب. الحاجات اللي احنا نعمل بيها المقالب المفروض ان هي دي. هنحط له البيضه في الميكرويف وهنلزق له المنظار وهنحط له البتاع اللي بتطلع صوت فيس هنا. هنبوظ التلفزيون. المفروض ان ده كان اسهل دور يعني. يا ابني Never buy no weed from the gas station, bro. ماشي كده بوظنا له المنظار، بوظنا له الميكرويف. ماشي كده بوظنا له الكرسي وبوظنا له التلفزيون. يعني هو بينظر الى النساء واحنا بوظنا له منظاره وعينه عشان هو راجل فاسق وغير مؤدب. دلوقتي انا لو خرجت من الباب هبقى كسبت بال بدل ما خاطر وخلاص. ده ايه القرف ده؟ انا مش عارف هو ازاي مكسوف مع انه قاعد لوحده مفيش حد باصص عليه. خش على اللي بعدها. دي تقريبا يقعد يشرب بيره ويتفرج على التلفزيون بالليل. انا المفروض نبوظ له التلفزيون، نبوظ له الكرسي، نبوظ له كل حاجه. كده جبنا البيضه. المفروض نعمل 6 مقالب ومعانا 4 حاجات وده الخامس. هنحط المناديل في الحمام. عايزين نعمل قالب بترتيب بحيث ان هو يفضل يتعصب كل مره. المفروض ان ده دواء هنحطه في البيره فالراجل يجيله اسهال. اول ما هيجيله الاسهال هيقوم نازل في الحمام مبوظ الدنيا. هو بقى اول ما يروح لهنا هقوم رايح اعمل له التلفزيون ونازل تحت هنا. بس احنا ننزل بقى نستخبى، واول ما ينزل الحمام هقوم طالعين مقطعين له البتاع ده. المفروض ما يلحقش يبرد. مش عارف لو في ترتيب تاني يخليه يتعصب اكتر. بس احنا بقى نطلع هنا. مش عارف ليه بس الراجل ده شبه حسن حسني. خلصنا تاني مهمه، نروح بقى على العيد ميلاد. العيد ميلاد ده هو بيطلع يجيب شمعه يقوم حاططها على الكيكه ويقعد يحتفل بعيد ميلاد، بعدين ينزل يشوف الايميلات. فانا هنحط له اخر الفيران في البوكس بتاع الرسايل، هيتعور يقوم جري عشان يجيب بلاست فهيعدي على الحاجات دي كلها. التحكم مش سلس قوي زي اللعبه القديمه. مقلب عشان تعمله لازم تبقى في نفس الاوضه، انما في اللعبه القديمه من بعيد انت بتدوس على الحاجه. ايه ده؟ مش عارف اتحرك، مش عارف اتحرك يا جدعان. الواد وقف ياض اتحرك. انا اتقفشت. يعني انا كنت لسه بتكلم على اللعبه دي انها مش زي اللعبه الاولانيه، حصل جليتش مبقتش عارف اتحرك. انا بصراحه مش عارف ايه قصه ان انا مش عارف اتحرك دي، بس يا ريت ما تحصلش تاني. ابل باي طيره التفاح. المهمه دي هو بيجيب طيره يحطها في الميكرويف شويه، بعدين بينزل يحط مزيل عرق وبيحط حاجات على وشه. فانا عايزين نشوف ايه احسن ترتيب يخليه يتعصب كتير. المشكله ان هو بيفضل يستنى كتير عقبال ما الفطيره تخلص، هو بيبرد في الوقت ده. انا مش عارف اعمل له ايه بصراحه. فانا متهيألي هعملها بالعكس، هخلي الحمام الاول بعدين ارسم على صوره امه وهخلي الكريمه والميكرويف دي اخر حاجه. ورق الحمام، الصابونه، اللزق بتاع الشعر، امه. هو متهيألي كده هيبرد عقبال ما يوصل للبيت. يعني لازم ارسم على صورة امه وهو خارج مش هو داخل. ما لحقش يبرد، اتعصب جامد. انا مش عارف بصراحه ازاي هو مش شايف ان ده كريم حلاقه اللي هو بيحطه. حتى الالوان مختلفه جدا. الكريمه اللي كان بيحطها كان لونها ازرق انما دي اسود في احمر. كده كسبناها من غير اي اذى. كده فاضل لنا 2 في السيزون ده. الاولد سبويل سبورت دي اللي احنا كنا بناخد فيها التليفون بتاعه وبنرن عليه. المهمه دي هي اكتر مهمه اتغيرت من القديمه. في القديمه انت كنت بتاخد التليفون وترن عليه على طول، انما هنا انت بتاخد التليفون وترن عليه من الرقم ده. المهمه دي ترتيبها اتغير خالص من القديم. هو دلوقتي يعزف بعدين بيروح يشوط الكره للعيال ويزعق لهم وينزل يقوم شامم شويه هوا ويطلع تاني. هنعمل ايه؟ احنا هنعمل له البيانو.
وهنحط له الصابونه هنا، واول ما العيال تشوط الكوره هقوم رانن وخليه ينزل تحت، واول ما ينزل تحت اقوم مغير الكوره. انا نسيت البيض. بس هو كده راح. نعمله البيضه بسرعه، نعمل له الكوره بسرعه، نجري على صوره امه بسرعه 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 بسرعه. هنلحق في مقلب كتير، في مقلب كتير. بسرعه 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 بسرعه. بس طلعنا. عملت له البيانو تاني عشان يفضل متعصب. رمى الكوره العيال. ما تعصبش تاني. اللعبه الجديده دي هي الجزء الاول والتاني مع بعض. دي جزء اول والحته دي برده جزء اول. بدايه من المهمه دي لفوق هي الجزء التاني. بس احنا في الفيديو ده هنلعب السيزون الاول ده بس. خلينا على اخر مهمه. مشكله في الدور ده ان هو بيتقسم على مرحلتين، مرحله بيفتح فيها الميه والمرحله التانيه بينزل يستحمى، فانت لازم تظبط المهمات عشان يبقوا بالترتيب كده. احنا جمعنا كل الماتيريالز اللي هنحتاجها، نملى ميه بس. ما ينفعش نخلي دول اول حاجه، لان هو اول ما بياكل الكوره اللي احنا حطيناها له ينزل على الحمام، فاحنا بنبوظ الترتيب. احنا محتاجين ان دي تبقى اخر حاجه. فاحنا هنبدا بالبيضه والكيكه، بعدين صوره امه، بعدين هنحط له كل الحاجات اللي في الحمام ما عدا ورق الحمام، بعدين نعمل له الكتاب والحلويات ونعمل ورق الحمام. فاحنا لازم نستناه يفتح الميه بحيث ان هو ياخدهم كلهم مره واحده. حرفيا انا باين من الضرف، انا مش عارف ازاي ما شافنيش. انزل بقى بسرعه، انزل بسرعه. قوم بسرعه. زمان وانا صغير كنت بخاف من الراجل ده قوي. كده احنا حطينا له كل حاجه، ناقص بس ورق الحمام. اول ما يخش الحمام هو نازل مستخبي. كده هو خد كل المقالب مره واحده. بس كده نكون خلصنا اول سيزون. لو عايزين نكمل في اللعبه دي اكتبوا لي في الكومنتات، والفيديو الجاي على طول هيبقى عنها. ما تنسوش تحطوا لايك، تشترك في القناه، ولو حد من صحابك مهتم بالنوع ده من الفيديوهات يا ريت تبعت له الفيديو. وبس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.